إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. في ناس كتيرة أول ما تدخل الجيم، أول ما بتبدأ التمرين تتحمس يوم واتنين وتلاتة، وبعدين يجي لها الإحباط، يقوم تقول إيه فايدة التمرين؟ أنا مش شايف نتيجة، ويجي الكسل يسيطر عليه، يقوم يفوت التمرين، يوم يقول أنا تعبان، ويوم الجو حر، لحد ما يلاقي نفسه ساب التمرين خالص. الحقيقة إن الإحباط ده طبيعي جدا، وكل واحد بيقابله، بس الفرق إن في واحد بيستسلم وواحد يقول لأ أنا مكمل. النتيجة مش بتيجي في يوم ولا أسبوع ولا سنة، النتيجة محتاجة صبر واستمرارية حتى لو التمرين بسيط. يعني الخلاصة الإحباط والكسل موجودين، بس اللي عايز ينجح لازم يتعب عليهم ويتمرن حتى وهو مش قادر، عشان بعد فترة هيشوف جسمه اتغير ويقول الحمد لله اني موقفتش. اللي بيشتغل بضمير بيتقال عليه تجيل، والغلبان بيتشال عليه الغلط حتى لو كان صح. الطيب دايما يطلعوا عليه عيوب، اللي يشتغل زيادة يتقال له ناقص. الجدع اللي بيشيل الشغل بيتشال عليه الهم، اللي بيعمل من قلبه بيتقال عليه غلبان. واللي بيقول الحق رزقه يقل، واللي يسيب حقه الناس تسيب له واجب، واللي يمشي عدل يتكعبل في الحفرة. والطيبة ساعات بتتقلب على صاحبها.